السلام عليكم، اهلا بيكم في اول محاضره في كورس رسم الكرتون. النهارده هنتكلم عن الادوات اللي بنستخدمها وازاي تمشي ورايا في الكورس ده خطوه خطوه عشان تستفيد، عشان تتعلم الرسم وتطلع مبسوط. اول اداه قلم رصاص، اي قلم رصاص. تاني اداه معانا الماركر، اي ماركر اسود. تالت اداه الورق، اي ورق ابيض. الرسام الشاطر هو اللي بيستخدم اي ادوات، لو حطيت قدامه اي ادوات هيرسم حلو. لكن لو عايز تدلع نفسك وتجيب ادوات حلوه، ففي قلم زي ده مثلا بيبقى مكتوب عليه رقم 6 بي او 8 بي 4 بي. ده بيبقى قلم بيعمل فاتح وغامق، على حسب ايه، على حسب البريشر بتاعك، بتضغط بالراحه او جامد بيعمل فاتح او غامق. ده بالنسبه للقلم. بالنسبه للماركر، هات اي قلم ماركر اسود. لو عايز تدلع نفسك وتجيب قلم حلو، ففي مثلا بيبقى ماركر مشطوف. مشطوف يعني سن القلم بص شكله عامل ازاي، مش مدور، لا سن القلم عامل كده اهو. ده بيخليك تعرف تعمل رفيع او تخين، رفيع او تخين على حسب البريشر وعلى حسب زاويه القلم. ويفضل برضو تجيب قلم بيرمننت، دوت بينشف بسرعه، يبقى مكتوب عليه بيرمننت. بالنسبه للورق، هات اي ورق ابيض بتاع الطباعه، بتاع مكنه الطباعه A4 عادي. لو عايز تدلع نفسك، فبيبقى في ورق كده لامع اسمه ورق ايه، كوشيه، بيبقى ناعم ومزحلق. ده مع الماركر بيبقى جميل جدا، بيزحلق، بتعرف ترسم بيه بسرعه. بس زي ما قلت لكم، اي ادوات هتشغلكم. يعني بص في البيت كده، هات اي قلم واي ورقه وارسم بيهم، ارسم شويه، وبعد كده عايز تدلع نفسك وتابجريد الادوات، يبقى اطلب الادوات التانيه. ومش لازم تجيب ادوات غاليه عشان ترسم، بالعكس يمكن الادوات الارخص ساعات بتبقى احسن. ولو جيت ترسم والرسمه طلعت مش مظبوطه، ده مش بسبب القلم ومش بسبب الورقه، ده بسبب ان انت ما رسمتش كتير. فلما تيجي ترسم والرسمه تبوظ، ما تقولش انا هنزل اشتري حاجات غاليه. عشان الرسمه تطلع مظبوطه لازم ترسم كتير. فتعالى اوريكم بنرسم ازاي. هتلاقيني في اغلب الفيديوهات برسم بالماركر على طول، عشان انا برسم بقالي كتير وعشان عندي جرأة شويه، فمش بيهمني ارسم سكتش بقلم رصاص بعد كده انظف الخطوط بالماركر. انا برسم بالماركر على طول. بس انت لو حابب ممكن ترسم ورايا بالقلم الرصاص وبعد كده تبقى تنظف الخطوط بالماركر. ازاي؟ هرسم دايره مثلا، اللي هي دي. هرسم دايره زي دي، وهرسم دايره تانية فيها خطين زي دي. هشد خطين كده اهو، هشد نص دايرة هنا، وخط كده، وخط كده. انا كده برسم ايه؟ برسم بني ادم، ادي ودانه ورقبته وكتفه. نقول مثلا ان هو شعره جاي على جنب، هعمل 1 2 3، 1 2. واقول مثلا ان هو باصص لنا، هرسم دايرة هنا ودايرة هنا. هرسم الحواجب كده مرفوعة شوية ومايلة شوية كده وكده. هرسم المناخير رايحة كده اهو، وهخليه مبتسم بالشكل ده. بعد كده اجيب الماركر وارسم من بره لجوه، اعيد على الخط بتاعي واحدة واحدة كده اهو. 1 2، 1 2. لو انت خايف الرسمة تبوظ هتبوظ. نقول تاني، لو انت خايف الرسمة تبوظ هتبوظ. وفكر ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل للرسمة، ان هي تطلع مش حلوة. ده غالبا اللي هيحصل، لان انت جاي تتعلم الرسم. وانت لو بتعرف ترسم، فاتح التوتوريال ده ليه؟ فاتح الفيديو ترسم ورايا ليه؟ لو انت بتعرف ترسم، انت جاي تتعلم الرسم. فتوقع ان اغلب الرسومات اللي هتعملها هتبوظ، ولا تستغرب ولا تتفاجئ ولا تزعل. احنا جايين نتعلم الرسم، هنرسم كذا رسمة ويبوظوا مننا، بعد كده الرسومات هتبدأ تطلع شكلها حلو. ارسم الحاجب كده اهو. لو اخد بالك انا مش بعيد على السكتش بالظبط، انا لو شايف في حاجة ممكن تتحسن احسنها. عايز مثلا المناخير دي تكبر فكبرتها عادي، عايز البق ده ينزل لتحت شوية، نزلته لتحت عادي. بعد كده لو القلم بتاعي نشف، قلم الماركر نشف، نعمله ده. انا هعمله ده، كان طفل صغير بقى شاب فجأة. اعمل له شنب 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 شنب، واعمل له زعرورة وزعرورة. ولو حابب، لو حابب ممكن امسح القلم الرصاص ده بالمساحة او الاريسر كده اهو، كده اهو لو حابب. بس انا بحب اسيب السكتش، ما عنديش مشكلة ان السكتش الاولاني يبقى باين. بس يا سيدي، ده اللي احنا هنعمله في الكورس. هرسم معاكم رسومات كتير خطوة خطوة، ودي الادوات اللي احنا استخدمناها. والمهم بقى تعمل لايك وسبسكرايب، عشان الفيديو اللي جاي هينزل امتى؟ خلال يومين. لو انت عامل سبسكرايب الفيديو اللي جاي هيظهر لك. يلا جهز ادواتك وتعالى ورايا، اشوفك الفيديو الجاي.